ايوا هانتوما لا تقولوا ما نفكركمش، انا جبت لكم عصير جديد عاوتاني ومتاكده مليون في المية ما عمرك جربتيه ولا ذقتيه. ايوا قبل ما نبداو ديري الاشتراك وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد. كما قلت لكم لا غلا على مسكين، ديري 2 حامضات و2 فكوسات والعصير اللي يكفيك انت ووليداتك، وحتى الا جاو عندك الضياف كاع علاش لا. مهم كنغسل الحامضات ديالي مزيان هما والفكوسات بطبيعه الحال، وكنشد دوك 2 حامضات كنقطعهم بالقشور ديالهم. هذاك راه ماشي وسخ، هذاك راه غير دوك الطبيعات اللي كيكونوا في الحامض راه مغسول مزيان. من بعد كنشد الفكوسه الاولى كنقشرها، قشروها ضروري ما تخليوش القشور ديالها، وندوزو للثانيه حتى هي كنقشرها كما كتشوفوا. تمت المهمه بنجاح. ايوا وندوزو المرحله المواليه، كنقطع الفكوسات مع خصكم عند المولينكس على قد الحال ضروري ما نقطع. من بعد كنشد المولينكس ديالي كندير داك الحامض اللي غير مقطع طرونشيات ها. ايوا الماء خاصو يكون بارد مزيان باش من بعد ما نبقاوش مخليين داك العصير ساكن في الفريز. نطحنوا واحد 2 طحنات حتى نحسوا بداك الحامض داز في المولينكس في الكوس كايطم. ايوا لك لاله ونشدو داك العصير ونصفيو كيما العاده في الكويس العجين ديالنا. ما كاين لا كثرة الماعن لا والو، كاس مولينكس. حنا صفينا داك العصير ديال الحامض. من بعد كنديروا هذاك الفكوس. ما غاديش تيقوا المذاق كيجي، ما كتحسيش كاع بالمذاق ديال الفكوس، كيجي بحال شي عصير ديال السيترون ديال الزنقه، كيجي خطير. جربوه وردوا عليا الخبر. هانتوما درت ديك الكميه اللي عندي 2 فكوسات صافي. ونزيدو لك سنيده كلها والقياس اللي كيبغي. كاين اللي كيبغي حلو يزيد بزاف، كاين اللي كيبغيه ناقص شويه. انا هنايا درت 5 المعالق كنبغيو العصير حلو صافي. ايوا لك لاله وخليطي وجليطي بلا ما نصفيه بلا والو. ديريه في الكويس ديال العصير ديالك كما كتشوفوا خاتر وزوين العصير ومنعش. افضل في هادشي كامل هو داك اللوغو ديال الحامض. انا عندي هاد الصيف كامل برعايه السيترون، ومن تما للطبله كيكون عصير بارد ديجا بارد، ما كتحتاجي ديري ليه في الفريغو لا والو. كما كتشوفوا ها هو العويصر ديالنا، لا معن لا تكرفيس لا والو، وسريع ما كياخذش حتى 5 دقائق. انا كبيتو لكم في الكويس باش تشوفوا، ونتمنى يكون عجبكم، وجاوبوني في لي كومونتير بعد ما تجربوا العصير. ميرسي.